بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو العسل ده مع بعض. النهاردة هو ان احنا النهاردة بقى ايه، عملنا روتين تاني يوم السوق. يوم السوق ده ببقى جايه بصراحة تعبانة جدا ومش قادرة اعمل اي حاجة، بطلع التسويقة بالعافية واعمل اكل بقى ونتغدى ومببقاش قادرة. فانا بجيب بقى زي ما انتوا عارفين كل سوق طماطم عشان اعملها حلة الاسبوع اللي بتنجز معايا طول الاسبوع، الطماطم بتاعتنا. فقلت الاول كده بقى ايه، قومي يا ام علي يوم الاربح كده بقى احنا سوقنا التلات. جبت طعمية، عجينة طعمية، كنت في مشوار وجبت معايا العجينة وقلت اروح بقى ايه نفطر، احمرها كده عشان تبقى سخنة. مرضتش اجيب طعمية جاهزة على ما اجي ولادي يجوا. علي بيجي كده من المحكمة والعيال يصحوا التانيين بتكون بردت. فقلت لا انا هاخدها بقى سخنة وايه، اخدها عجينة ونحمرها سخنة ونفطر. جيت بقى ايه فطرنا وقمت قايمة بقى ايه مطلعة كيس كرشة كده من الفريزر، وقلت نعمل بقى ايه نجهز فريحنا للعشاء علشان ما يبقاش ان احنا ايه يعني نركن حاجة جنب حاجة. طبعا لكل محبين الكرشة، مش الناس اللي ما بتحبهاش، اللي ما بيحبهاش بقى يركن على جنب كده وما يقوليش يع. بس انا بعشقها وبموت فيها انا وولادي، بنحبها جدا. لكل حبايب بقى اللي بيحبوا الكرشة خليكم معايا وحطوا له اللايك وحطوا له اشتراك واكتبوا لي كومنت جميل زيكم كده وقولوا لي بتشاهدوني من اي بلد. دي بقى الكرشة بتاعتنا، كنت انا ايه كانت جاياني في العيد وغسلتها ونضفتها وخليتها فله. اهم حاجة يا جماعة في الكرشة نغسلها، اهم حاجة تغسليها كويس بالليمون وبالخل وتنقعيها وبصي تخليها تاخد ايه صدمة على البوتاجاز كده، وتصفي المية بتاعتها مرتين وحط عليها مية تاني واغليها وفضيها، تبقى معاكي تحفة ونضيفة وتاكلي منها تفتح نفسك. طلعنا كيس كده بقى واحنا قاعدين وقلنا ايه يستوي على ما نعمل بقى الطماطم بتاعتنا بتاعت حلة الاسبوع، علشان خاطر ايه ننجز الوقت وكده. على ما اخلص طبيخ يكون الطماطم بتاعتنا عملتها فريح جنب بعضها كده. يعني مش بحب اركن حاجة افضل في حاجة واحدة، انا بحب اعمل الشغل كله مرة واحدة. دي الطماطم بتاعتنا العسل دي بقى كنت جايباها الكيلو ب5، وقلت ايه اصفيها. كنت جايبه 3 كيلو بعملهم كده واعملهم حله صلصه حلوه كده بتفضل معايا طول الاسبوع في التلاجة. اما عاوز اعمل طبيخ، اعمل مكرونه، اعمل اي حاجه باخد منها وما بشيلش هم بصراحه طول الاسبوع. في عمايل الصلصه بتوفر معاكي في البصل وبتوفر في السمنه وبتوفر في كل حاجه. كده بقى كنت انا ايه ضربتها في الخلاط. انا كل مره بصراحه يا حبايبي بسويها الاول على البوتاجاز وبعدين اسيبها تبرد وبعدين اقوم جايه ايه ماسكاها ضربها في الخلاط ومصفياها. بس المره دي قمت قايله لا انا لازم أنا اغير بقى ايه واعملها المره دي طازه كده، لان الطماطم اصلا كانت حلوه وجامده ونظيفه وحمرة، وتشجعك ان انتي ما تقضيش عليها بالغليان، لان الغليان بتحس ان هو بيبهت لونها شويه. انما هي كانت شوفي فريش وجميله ازاي. فقلت لا انا هعملها زي ما هي، وفعلا طلعت حمرة وتحفه بعد ما استوت. كده بقى ايه ضربنا كام شفشق كده وبنصفيهم في المصفى بتاعتنا ديت علشان التفل بتاعها. لازم تصفوهم كويس عشان التفل ما ينزلش في قلب الايه الصلصه ويبان معاكي في الاكل. لو بتعملي مكرونه ولا بتعملي طبيخ هيبان معاكي في الاكل، انما في المحشي بحطها عادي بقشرها ما بيبانش. المحشي عادي اي حاجه اديها ما بيبانش فيه اي حاجه. كده بقى كنت بوريكم الطفل بتاعها وهو ايه بيطلع منها. ما شاء الله عليها طلعت جميلة وحمرة وتحفة. بندم ان انا ما جبت شوية عندهم في الفريزر من الطماطم دي، بس بصراحة الفريزر عندي ما فيهوش مكان. قلت خليني بقى لما امسكه اغسله كده وايه ويفك شوية وبعدين اجيب شويه طماطم افرزهم، لان طبعا دلوقتي الطماطم موسم الطماطم يا حبايبي. والحقي هاتي طماطم وفرزيها لان الجو حر قوي، والطماطم الشمس هتضربها في الاراضي ومش هتلحقي تجيبي طماطم تعينيها. باذن الله على الاسبوع الجاي نحاول ان احنا نجيب شويه طماطم نعينهم نشيلهم كده عندنا. كده بقى كنت قطعت بصلتين كبار وحطيت عليهم السمنة والزيت، وقلت بقى ايه اعمل حلة الاسبوع بتاعتنا الجميلة اللي انتوا عارفينها اللي انا معوداكم عليها. عملتها اهيت وحطيت عليها الطماطم اللي انا مصفياها
وقلت على ما تستوي هي والكرشة نقعد بقى كده ايه. خلصنا اللي ورانا وفطرنا وعلقنا على الاكل بتاع العشاء بتاعنا، جبت الرز بتاعنا بقى وقلت انقيه. انا لما بكون فاضيه بعمل ايه بقى، اقول لكم على الطريقه بتاعتي، انا مش بحب اخبي عليكم حاجه. انا لما بكون فاضيه بجيب كميه من الرز واقعد اتسلى فيها وانقيها، علشان لما اكون مش فاضيه ورايا مشوار مسافره في اي مكان، اخد من الرز اللي انا منقياه ومشيلش الهم واغسل بسرعه واعلق عليه. مش هقعد تاني انقي وانضف وادور، لا انا بعمل كده. نقيت الرز بتاعنا اهوت عشان اخد منه بقى ايه، نطبخ كده بقى ايه جنب الكرشه وناكل بالهنا والشفا. وطبعا زي ما قلت لكم لازما في الوقت الفاضي بتاعنا ان انا ايه، اقعد انقي الرز كده واتسلى فيه وانا قاعده. كنت بنقي الشكاره كلها الاول بصراحه، بس بقالي فتره ما عدتش بعمل كده. بس رجعت اعمل كده تاني لانها كانت بتنجز معايا، وكانت بتخفف معايا في الوقت. الحاجات ديت لما تكوني فاضيه وبتعمليها بتيجي عليكي وقت بتبقيش فاضيه وبتبقي مستعجله، بتلاقي نفسك عايزه الحاجة تعمل معاكي بسرعة. فانت في الوقت الفاضي عودي كده ايه في البلكونة شوية في الطراوة العصري على السطح، وهات الرز بتاعك وقعدي نقيه، لو في عفراية شيليها انسفيه نضفيه. طبعا ده بقى لكل حبايبهم اللي بيبيضوا الرز زينا وبيبقى عندهم الرز فرط كده. انما اللي بيجيبوه بقى من السوبر ماركت متغلف في الاكياس الكيلو بالكيلو بتاعه كده متغلف زي السكر كده او المكرونه، ده بيجي نضيف. في ناس اصلا ما بتنقيهوش بياخدوه من الكيس يغسلوه ويطبخوا على طول. انما احنا بقى لازم ننقي ونشوف بيبقى فيه حصو، فيه طوبة، فيه عفراية، فيه رز شعير. من الرز ده بيبقى فايض رز من اللي بيعدي بعد رزية كده من الرز ده، بتبقى لسه في الغلافة بتاعتها. بتحاول انت ايه تنضفيه علشان بيبان في الاكل. وده كان الروتين بتاعنا النهاردة يا حبايبي، يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا بتستفادوا منه. وبشكر كل حبايبي اللي منوريني معايا في القناة واللي معايا من زمان واللي بيخشلوا جداد. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.